والله العظيم اقسم بالله هي اللي حكمته يعني ندم على النهار اللي زاد فيه. قريبين هذو. متفق معاك انا التزمت باخلاقه الحياه. نعم. يقول لك الحبس 30 سنه بزاف على واحد، 30 سنه قليل، لان مس القوت نتاع البساطه. وخذينا قوانين رادعه وكثير من الناس راهم نادمين اليوم. شحال تربح في المضاربات؟ تربح مليار. راك سمحت في ولادك وعندك 30 سنه انكومبريسيبل. اذا لازم القوانين تاعنا تطبق والناس ان لم تستحي يفعل ما تشاء. دوك الانسان اللي يديرها عمدا وما نستبعدش باللي فيه ناس مغذيتهم العصابه، وما نستبعدش ان هذه امور من البديهيات تاع خلق عدم الاستقرار. فيه مدارس كلكم تعرفوا واش راه الالياندي واش راه الاخر واش راه الاخر. يجوا في الليل يلموا كاع السلعه اللي في الحوانيت ويرموها في البحر ويخلقوا مجاعه وتخرج الناس للشارع وهذا ويسهل الانقلاب ويسهل كذا ويسهل كذا. اذا العصابه اليوم عندها اموال طائله، راه تدور اموال لا تعد ولا تحصى. يحاولوا يشروا الصحفيين، يحاولوا يشروا هذا، يحاولوا يشروا الا من رحم ربك. اليوم نقصت الحمد لله، ولكن مازال خايفين لان عارفين اللي تحكم يندم على طول حياته على الشيء اللي داروا. المجتمع تاعنا لازم يسترجع الاخلاق نتاعو. واش الفائده نتاعك باش ترفع؟ انا ما نفهمش، واللي فاهم يفهمني. انا نعرف باللي المواطن الجزائري ما بين المغاربه بصفه عامه هو اللي يستهلك اكثر العدس، يستهلك الفاصوليا البقوليات. وفي الصيف هذه ما لا تستهلك. كيف يخلق لي ازمانه في اللوبيا والرز والعدس؟ هذه مقصوده والله العظيم اقسم بالله هي اللي حكمته يعني ندم على النهار اللي زاد فيه. انا نقول لك يعني راه يعطينا مؤشرات. اليوم رانا في الصيف وزاد فيها، يعني يغيبوها في الشتاء. خليه يمكرون يمكر الله والله خير الماكرين.